في تقرير نشرته مجلة جون أفريقيا الفرنسية، كشفت من خلاله أن السلطات الجزائرية أنفقت خلال السنوات المنصرمة أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل حرب دبلوماسية ضد المغرب. وكشفت أن حكام الجزائر أنفقوا ملايين الدولارات على جماعات الضغط بهدف الإضرار بمصالح المغرب في القارة الإفريقية، وتلميع صورتها من خلال تنظيم رحلات وإقامة منتديات ومؤتمرات للترويج لجبهة البوليزاريو، ومحاولة تصدير صورة مغلوطة عن المغرب. ومن أكبر المستفيدين شركة أمريكية متخصصة في التحكيم الدولي حازت على حصة كبيرة من المال الجزائري، إذ حققت أرباحا بلغت 420 ألف دولار وحوالي 210 ألاف دولار بين أكتوبر من سنة 2019 ومارس من سنة 2021. وذكر التقرير عضو بالكونغرس الأمريكي الذي زار الجزائر مؤخرا ويعتبر داعما كبيرا لأطروحة البوليساريو داخل الكونغرس الأمريكي، لافتا إلى محاولات لوبيات مقربة من الجزائر دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى البحث عن مواقع بديلة لأكبر تدريبات عسكرية في إفريقيا، بعيدا عن المغرب كمضيف سنوي للتدريبات. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر. شكرا على المتابعة.